السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في خناقة كبيرة جدا قايمة هناك على التيك توك، يعني على السوشيال ميديا عامة، مش تيك توك بس يعني تيك توك بالذات. تمام، خناقة الزيت بتاع ده برمل. انا داخلة في الموضوع على طول لاني يعني انا ناوية ان انا ادخل الخناقة يعني. ناس كتير تمام عمالة تشتم الراجل ده، مبهدل والله العظيم، عمالة تشتم فيه وان هو زيت ملهوش اي ستين لازمة في الحياة. والناس تانية تحس ان الزين ده يعني اللي هو ابن خالتهم، يعني بيدافع عليه برضه باستماتة رهيبة. طيب انتي مالك يعني؟ لا، ما ينفعش انا اشوف الخناقة وما ادخلهاش يعني. فانا قررت ان انا ادخل الخناقة واقول بقى رأيي، يعني هو هتسمعوا ان شاء الله باذن الله. ليه بقى انتوا لازم تسمعوا رأيي؟ لاني انا فعليا حرفيا يا جماعة، ويعني تراست مي في الموضوع ده، ان انا واحدة ما كانش عندها شعر الواحدة اتفاجئت قريب جدا بان شعرها الحمد لله رب العالمين اتحسن وطول وتقل. طبعا ما اقدرش ان انا اوريه لكم، بس بجد يعني ثقوا فيا. لاني انا واحده جربت كل حاجه. كنت بعاني بسنين من تساقط الشعر والهيشان، لا مش الهيشان، من تساقط الشعر والجفاف كمان انا ظهر عندي شيب وكده في الشعر. ما كانش بيطول. ده كله تساقط بقى، يعني تساقط 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 من هنا لبكره يعني. لاني انا كان عندي كل عوامل الحياة اللي لازم الشعر فيها ما يطولش. تمام، المهم يعني مش هندخل في الاسباب. بس انا فعلا كان شعري بايظ بقاله سنين، وكنت بعاني منه بقالي سنين، لغاية ما انا قررت ان انا ان شاء الله باذن الله من سنتين كده ان انا اهتم بيه. طيب، ايه الروتين اللي انا عملته عشان يقلب شعري من واحدة فعليا ما عندهاش شعر لواحدة الحمد لله رب العالمين شعرها طول تقل؟ يعني انا موضوع ان انا شعري يتقل ده كان المفاجأة بالنسبة لي، الحمد لله رب العالمين يعني. وبقى صحي جدا. كان عندي بيبي هير كتير طول، كنت بعاني برضو منه. يعني بيبي هير مش حكاية بقى ان هو شعر بيطول وكده فبيدي كثافة ودي حاجة حلوة، لا يعني بيبي هير وقف لاني انا شعري كان اتحرق مرتين بسبب الصبغات بقى والحاجات دي. فكان عمل شعيران بسيطة ما كانتش بتطول. بس انا في الفيديو ده هتكلم اكتر عن الزيوت اللي فرقت معايا في موضوع الشعر. اول حاجة، انا شفت الناس ما بتتكلمش عنها على السوشيال ميديا، ان الزيوت يا جماعة فيها نوعين. تمام، زيوت مغذية وزيوت ملمعة للشعر. والزيت المغذي ما ينفعش يتحط على الشعر نفسه كملمع للشعر، بمعنى ان في زيوت بتتحط على فروة الراس عشان تغذي فروة الراس والشعيرات. تمام، والبصيلات تتشربها. فدوت يغذيها وبتاع وكلام دوت، فيدي مجال للشعر ان هي ايه تطول. والزيوت اللي بتتحط على فروة الراس احنا طبعا عارفين ان هي طريقة حمام الزيت العادية، اللي هي بتتحط ساعة ساعتين، بعد كده لازم تتغسل بالشامبو كويس جدا، لا تتساب على الفروة ولا تتساب على الشعر. تمام، وخلي بالنا من الحتة دي، ما تتسابش حتى على الشعر. تمام، ومش دي اللي بتدي بعد كده بقى ان الشعر بيكون مترطب ولامع، لا. الزيوت دي على فكرة ممكن لو اتسابت على الشعر او تساب منها اثر على الشعر، بالعكس تدي نتيجة عكسية، ان تحصل خشونة للشعر، يحصل تقصف للشعر، يحصل تلبد للشعر. ما تكونش حاجة وحشة، بالعكس تدي نتيجة عكسية. عشان كده ساعات ناس بتستعمل حمام الزيت وما بيجيبش معاها نتيجة، بيجيب معاها نتيجة عكسية ويقولك انا شعري بيتساقط ويتقصف. تمام، لانك انتي استعملتيه بطريقة غلط. خلاص. طيب، الزيوت بقى التانية الملمعة للشعر، دي زيوت ما بتتحطش على فروة الراس ولا بتغذيها. يعني اللي يقولك ده زيت بيغذي وبيعطي، لا، زيت بيلمع بس الشعراية. تمام، يبقى هو للشعراية من بره، يديلها ترطيب، يديلها لمعان، تحسي كده ان الشعراية مش جافة وشكلها ايه حيوي. خلاص، فده لازم نفرق ما بينه. انتي عايزة زيوت
تغذي شعرك، ولا عايزة زيوت تدي شكل ولمعان وحيوية لايه لشعرك. خلاص. طيب اللي موجود ومشهور في السوق في الفترة دي ايه هي الزيوت بقى المشهورة اللي بتغذي الشعر واللي بتدي لمعان؟ اول حاجة نبتدي بيها ماشي في الخناقة، اللي هو زيت دابر املة. تمام، اللي الخناقة اصلا حاصلة عليه. طيب زيت دابر املة، هل هو زيت حلو للشعر؟ هل هو زيت مغذي للشعر؟ هل هو زيت يستحق اللي الناس بتدافع عنه؟ تمام. انا هقول لكم، زيت دابر املة يستحق اللي الناس بتدافع عنه، ماشي، ان هي تدافع عنه باستماتة. بس انا ملاحظة حاجة، ان في ناس على السوشيال ميديا بيستخدموا زيت دابر املة يقولك ده بيغذي الشعر. لا، زيت دابر املة من الزيوت اللي بتستعمل على الشعرية مش على الفروة. يعني بتستعمل على الشعر عشان يديله لمعة وحيوية، تمام، للشعر نفسها. خلاص. وان هو ديلي بيستخدم، ممكن تستخدميه كل يوم، خلاص، على الشعر نفسه، انما ما يتحطش خالص على الفروة ولا يتعمل بيه حمام زيت. ماشي، دي بقى النقطة اللي انا استغربتها جدا. فالناس اللي بتدافع عنه انا هقولكوا ايه السبب. خلاص. والناس اللي ما بتدافعش عنه برضه عندها حق، لان هو فعلا لو اتحط على فروة الراس ده هيبهدل الدنيا، ده هيعملك قشرة وهيعملك تساقط، لان زيت دابر املة زيت تقيل، يعني تقيل على الشعر وعلى فروة الراس. فلو اتحط على فروة الراس واتساب ده هيبهدل الدنيا، يعملك قشرة وفعلا هيسبب تساقط وبتاع والكلام ده. فهو يتحط على الشعر بس من غير فروة الراس، وبيديله احلى لمعان، احلى زيت ممكن يدي للشعر احلى لمعان واحلى حيوية، وما يلمش بقى تراب. يعني ممكن تقعدي بيه طول اليوم فعليا شعرك ما بيتأثرش، لا بيهيش بعد فترة، ولا بيلم بقى تراب ولا خالص، ولا حتى بيعرق، ما بيحررش الشعر خالص. زين بجد جميل 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 جميل، بيحافظ على رطوبة الشعر طول اليوم. خلاص. فالناس اللي بتدافع عنه عندها حق. ليه بقى عندها حق؟ لان طول ما الشعر اصلا فيها حيوية، تمام، الشعر خلاص بتطول. انما انا متأكدة مثلا ان اللي بيستعملوه كحمام زيت، تمام، بيحطوه على الفروة، هما برضو بيعانوا من تساقط الشعر. يعني انا متأكدة مليون في المية. اما بقى هما بيغسلوا شعرهم كويس جدا بعد ما هما بيستعملوه كحمام زيت. بس ده حمام زيت لا، يعني انسوه يا جماعة، حمام زيت ده يستعمل ديلي، تمام، عشان يدي حيوية للشعر. طيب في نوعين من دابر املة، في اللي هو الاسود ده الجولد، في بقى اللي هو النوع الغامق قوي الاسود. ماشي. والفرق ما بين النوعين ان الاسود بيستخدم للشعر الغامق، يعني انت لو شعرك اسود وعايزة تحافظي على اللي هو يدي اللمعة بقى بتاعت الشعر الاسود الناعم اللي هي الجميلة دي، تحطي من التاني. ماشي. انما اللي شعرهم بني شوية، صابغين شعرهم وعايزين يحافظوا على اللون، يحطوا من من الجولد. خلاص، علشان ده بيحافظ على اللون اكتر. طيب ده بالنسبة لزيت دابر املة. طيب احنا في حاجة مهمة جدا عايزين نفهمها بقى في موضوع الزيوت اللي بتتحط على الشعر، ماشي، مش على فروة الراس. احنا خلاص قلنا ان في زيوت مغذية، ودي هنتكلم عنها في الاخر، تمام. هقول لكم ايه هي الزيوت المغذية. وقلنا ان في زيوت بتتحط على الشعرة نفسها، ومن ضمن الزيوت اللي بتتحط على الشعرة نفسها زيت دابر املة. طيب انتي تحكمي ايه اللي انتي تجيبيه من زيت دابر املة برضو لشعرك، مش اللون بس، لا، الزيت التاني برضو زيت اتقل من الجلد ده شوية. فلو انتي حتى شعرك اسود، تمام، بس الشعراية رفيعة، والشعراية يعني قرب لدرجة النعومة، تمام. احنا طبعا شعرنا كله مش نوع واحد، في شعر ناعم، وفي شعر متوسط النعومة، وفي شعر كيرلي، وفي شعر اللي هو اللي هو كيرلي قوي، وفي شعر خشن، يعني في شعر قريب من من الخشن، في كذا نوع من انواع الشعر. طيب الترتيب من النعومة، كل لما كان شعرك ناعم قوي، كل لما انت كنت محتاجة اخف زيت للشعر، يدوبك بس، يعني ما تحسيش ان شعرك بهت. خلاص. وكل ما قربتي من درجة الخشونة او الكيرلي
للشعر، او ان الشعرة تكون الشعراية نفسها تكون سميكة مش رفيعة. يعني هو الفكرة برضو في الشعر ان الشعر في فرق ما بين شعراية سميكة، ماشي، سمك الشعر. كل لما السمك يقل كل لما انت تحتاجي زيت اخف، كل لما السمك يزيد الشعراية تكون تخينة، كل لما هتكون قريبة من الكيرلي شوية. وفي شعر بيبقى تخين ستريت برضو، بس كل لما الشعرة تكون تخينة كل ما تحتاج زيت تقيل. تمام، فهمتوا دي؟ ودي نقطة برضو انا ملقيتش حد فيها اتكلم على السوشيال ميديا. فانتي برضو مش اي زيت تجيبيه، لا. يعني انتي لو انتي شعرك شعراية، انا مش بتكلم على خفيف، لا، انا بتكلم على نوع الشعراية نفسها، سمكتها ضعيفة او شعراية رفيعة قوي 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 قوي، زيت دابر املة هيوقعلك شعرك، يعني انتي فعلا تبقي قرعة. يعني مهما كان شعرك تقيل، زيت دابر املة زيت قوي تقيل على الشعراية، فعايز بس الشعر اللي سمكه تخين. طيب، زين دمر أملة الأسود لو انت شعرتك زي ما احنا قلنا كده رفيعة، ابعدي عنه خالص. شعرتك متوسطة الرفع ممكن تستعملي جولد. خلاص. طيب لو انت شعرتك رفيعة خالص، في بقى زيت دابر أملة تاني اللي هو بتاع الصغيرين ده تجيبيه، ده حلو قوي للشعر برضو. الايه اللي هو الشعراية اللي هي بتبقى سمكتها، هو للأطفال المفروض يعني، بس على فكرة لا، هو حلو جدا للكبار. أنا شعرتي متوسطة، يعني لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. تمام، فساعات بصراحة بستعمل الجولد، تمام، وساعات بستعمل ده، ماشي. بس الجولد بيجيب معايا أكتر، يعني بيملس شعري أكتر، ماشي. انما ده برضو ساعات بيجيب ايه معايا. فكل ما شعرتك بقت رفيعة كل ما احسن ان انتي تستخدمي زيت خفيف. والزيت ده من دابر املة، زيت ايه خفيف وبيحافظ على اللون وكل حاجة. خلاص، فدي كل الزيوت. في معلومة مهمة كمان، يعني مثلا عندكم كراستس ده يا جماعة، ده من كراستس، لا ده من اولابلكس، ماشي. الزيت ده مشهور على النت لو بتشوفوه، ده تلاقوه دايما بيحطوه مثلا بعد الاستشوار. خلاص، اللي هو لما يدي لمعة للشعر. ليه؟ لانك انت خلاص لما تستشوري الشعرية بتبقى ضعيفة قوي، ماشي. فده برضو من الزيوت الخفيفة جدا اللي بيحطوه بعد الاستشوار، عشان الشعرية بتبقى بعد الاستشوار ضعيفة جدا، فده بيدي لمعة ويقويها شوية. ده خفيف جدا، تمام. وهو ده بقى اللي احنا بنتكلم بيه، كل ما كان شعريتك ضعيفة كل ما انت محتاجة زيت خفيف. خلاص، يا رب يكون النقطة دي فهمناها. طيب، الزيوت بقى المغذية للشعر، ماشي، من اشهرها 2 اللي هو هيرب سينديا ده، تمام. ده حلو جميل، وقلنا بيتحط على فروة الراس، تحطي بونيه تقعدي بيه ساعة لساعتين، ماشي، مش اقل من ساعة ومش اكتر من ساعتين. خلاص، وبعد كده تغسلي شعرك بالشامبو كويس جدا 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 جدا. فده خلاص. بعد ما بتحطي البونيه ويقعد من ساعة لساعتين، خلاص احنا قلنا مش اقل من ساعة، معلش انا كنت فصلت الفيديو، مش اقل من ساعة ومش اكتر من ساعتين على فروة الراس. وبعد كده تغسلي شعرك بالشامبو كويس جدا، سواء فروة راسك او سواء الشعر نفسه، ما يكونش عليه زيت خالص، مغذي حلو جدا. طيب، بالنسبة بقى لوحش يا جماعة الزيوت المغذية، وده اللي بيجيب من الاخر، إمامي. ده وحش الزيوت، ده اللي انا بنصح بيه وبشدة يا جماعة في تغذية الفروة. الزيت ده بقى اللي جاب معايا من الاخر، وانا معرفش هما ليه بيتخانقوا على زيت دابر املة وسايبين وحش الزيوت اللي هو إمامي. خلاص، إمامي ده يا جماعة وحش التغذية، ما بيتحطش ديلي، بيتغذي الشعر، تمام. تستعمليه في الاسبوع، يعني مرة في الاسبوع، ماشي. وهبقى اقول لكم التكنيك اللي بجد لما استعملته هو ده بقى اللي فرق فعلا في شعري. يعني سيبكم من الخناقة بتاعت دابر الأملة، استعملوا ده يا جماعة، إمامي رهيب في التغذية. وإن شاء الله بإذن الله هبقول لكم بقى فيديو تاني في التكنيك اللي أنا عملتها كاملة لمدة تقريبا من 1.5 لسنتين، وفعلا فعلا فعلا فرقت في شعري. خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم ومكنش طولت عليكم،
وتكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.